السلام عليكم، شلونكم؟ شلون الصحة؟ عساكم بخير. اليوم توفر عندنا ثنر 4 لتر ترس للعين. طبعا هاي الماركة غنى عن التعريف، صناعة صينية درجة أولى. طبعا هذا الثنر بعض الصباغين يجوني يشترون من عندي يفحص الثنر قبل لا يشتري. شو يسوي له بعض؟ يفتحها منه يمد الصبعة بس يسوي لك يعرفه ثنر أصلي لو مو أصلي. بالمناسبة هذا ترى زيتي، شوفه زيتي يعني يطلع عندك لمعة من أول قاط، ما يحتاج ريتاردر. تمام اخوان؟ هاي واحد. اثنين، شلون تفحص انت الثنر؟ شلون تفحص الثنر؟ بعض الصباغين عندهم هاي الطريقة لفحص الثنر يعرفه هذا أصلي لو مو أصلي. إذا اشتم الثنر وجدت ريحة ثنر حقيقية هذا ثنر أصلي درجة أولى، وإذا اشتم وطلعت حش السامع ريحة جايفة فهذا الثنر اغسل ايدك منه، اغسل ايدك منه للأخير. ليش؟ لأن الخامة مالته مو حقيقية، الخامة مالته المكونات مالته مو حقيقية. تمام اخوان؟ فهذا الثنر يا اخوان درجة أولى، أنا أتحمل مسؤوليته من كل النوع، مو بس الثنر، أي شيء أجيبه، أي ماركة، أي ماركة أجيبها أنا هم كذلك أستعملها. تمام اخوان؟ بالفرن عندي، وبعدين أبيعها للعالم أتأكد منها 100%. تمام اخوان؟ وهاي البضاعة قدامكم، وأي استفسار أنا بخدمتكم. بالمناسبة اخوان هذا 4 لتر ترس للعين، 4 لتر ترس للعين، إنتاج جديد باوع 15/4/2024 اخوان. بالنسبة لمواد الصبغ، كل مواد الصبغ معرضة للأكسباير، كل مواد الصبغ معرضة للأكسباير. ولا تجيبوا تخبط منا ومنا من كل زيج رقعة، من هاي ماركة ومن هاي ماركة. حاول توحد المواد على مود لا يصير عندك تشطيب بالعمل، ما يصير عندك تزريف. والاسباب متعدده، الاسباب متعدده ما تنتهي نهائيا. الصبغ به هواي مشاكل، بالشتاء به مشاكل، وبالصيف به مشاكل. فيا اخوان اهم شيء تي تضبط شغلك، وحد المواد واشتغل شغل درجه اولى، وخلي المواد مالتك انتاجها جديد، خلي المواد مالتك انتاجها جديد على ما شنو يطلع عندك الشغل مضبوط 100%. واهم شيء الهاردنر، اهم شيء من تشتري ماده انتبه على تاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحيه. تمام اخوان؟ تحياتي للجميع، مع الف سلامه.